صباح النور والسرور، واهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بالضيوف الكرام من دول الخليج ومن مملكه البحرين وجميع محافظات العراق، ويا اهلا وسهلا بالجميع. ابو عبد الله، شو تقول للمربين في هذا اليوم؟ والله اقول لهم احنا فرحانين جدا بوجودكم، وشيء يسر الخاطر حضور اغلب محافظات العراق للمشاركه بهذا المحفل الدولي الثالث. والله احب اوجه للمربين الانضمام للجمعيات الموجوده بالعراق بالمشاركه بالمسابقات بالمعارض، لان هذا المعرض اللي دا يصير بالعراق هو انجاز للكل، وراح يساعدك درجه درجه. اذا تبقى معزول ما راح تصل. والله ان شاء الله ان شاء الله احنا حققنا فد جزء من طموحنا، ونطمح ان شاء الله اكثر. حققنا ان شاء الله انجاز على مستوى التربيه والتطوير، وعلى مستوى المعارض والمسابقات. هذا معرضنا الثالث ان شاء الله اليوم، ونطمح المشاركه بدول الخليج ومعارضهم ومسابقاتهم. والله هي اكو عوائق موجوده حركه السير، التنقل بين محافظه ومحافظه، تنقلنا احنا كاشخاص افراد، ونجتاز الحمد لله جهود الابطال. والله انطباعي مبدئيا تشوف، اولا نشكر الشباب لجمعيه بلاد الرافدين من رئيس واداره لدعوتهم لحضور التحكيم للسنه الثانيه، وما شاء الله جمهور العراق ومربينهم ما شاء الله كثر. يعجبني الجمهور العراقي حضورهم واجد، وطيور اشوف عدد ما شاء الله كثير. ما شاء الله هالسنه 3 حكام بوجود الاستاذ الكبير حمدي الحسيني والاستاذ الكبير علي البلادي. هذه خطوه جدا جميله، 3 حكام، هذا شيء جدا جميل. والله يوفقهم ان شاء الله، نتمنى لهم النجاح ولكل مجتهد ان شاء الله نصيب. في تطور عن اللي شفته العام من الطيور؟ مبدئيا خذت نظره سريعه على الطيور، اشوف ما شاء الله في طيور حلوه ما زالوا محافظين على شغلهم وقاعد يتطورون من سنه لسنه افضل. كثره المربين وعدد الطيور اشوف هالسنه اكثر، ونتمنى له كل مشارك ان شاء الله يحقق طموحه ونجاح المعرض ان شاء الله للكل من جمهور ورئيس واداره.